السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. هنعمل مع بعض الحمام زي ما احنا شايفين، اللون بتاعه تحفة وسر من أسرار المحلات. صلي على رسول الله وتعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا هنا عندي الحمام متنضف كويس جدا وغسلاه بليمون بس، يعني نضفته كويس قوي. وبعد ما نضفته رحت عاملاه بليمونة كده. عايزة اقول لكم بيضيع اي زفارة، وتكوني حذرة جدا في التنظيف عشان الحمام ما بيستحملش. ومعايا بقى هنا هنبتدي بقى نصلي على رسول الله وتعالوا نشوف كده هعمل ايه. بصوا انا سبت حمامية اظبطها بس كده معاكم. مسكت الزور، بصوا زي ما احنا شايفين، جبت اخر الزور كده ورحت منضفة الحمامية تاني. ورحت بقى ايه، جبت بصلاية صغيرة خالص بشرتها وعملتها بملح وفلفل بس كده. وبعدين تبلت الحمام، اسفة، تبلت الحمام بقى بالشكل ده. ضفت بقى ايه البصل والملح والفلفل كده، قلبتهم. ضفت بقى من جوه الحمام نفسه بالشكل الجميل بتاعنا دوت. وكمان في الزور عايزه اقول لكم التتبيله دي تحفه وبتخلي ريحه الحمام والشوربه حكايه زي ما هنشوف بالظبط. حطيت كده من على الوش كمان وسبتها بقى لحد ما نظبط الرز بتاعنا. ما يحلى الكلام الا بذكر الله، صلي على رسول الله. هنا بقى ضفت كده زي ما احنا شايفين الكبد والقوانص بالشكل ده، وضفت حاجة بسيطة جدا من الزيت عشان يكون الرز مفلفل وحلو معانا. وببتدي بقى اشوح بالشكل ده. طبعا المادة الدهنية تكون بسيطة جدا، ما تكتريش فيها. وضفت بصلاية بقى كده عاملاها في الكبة، وابتدي بقى اقلب كده. لازم التشويحة دي طبعا مهمة جدا، هي اللي بتخلي الاكل حلو قوي. طبعا في اي حشو الطريقة دي بتكون تحفة. احب اذكرك انك تذكري الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما قلبت بقى كده، يعني خدت حوالي 3-4 دقايق كده. اهم حاجة تخلي بالك ان البصلة ما تحمرش. وعندي كوباية رز غسلاها كويس وسبتها تتصفى، ضفتها بقى بالشكل ده. وهضيف ملح وفلفل فقط لا غير. الخلطة دي لما بتتعمل في اي حشو بتضيف عليها ملح وفلفل اسمر بس، بتكون جميلة جدا. يعني ولا بنضيف في ناس بقى بتضيف اي اضافات تانية بتحب تضيفها، لكن بصراحة اللي تقدري تضيفيه غير الفلفل والملح هو ممكن بهارات، ال7 بهارات بس كده. وهنا بقى ضفت مكعبين كده من الزبدة. عايزة اقول لكم الزبدة بتكون خفيفة جدا، افضل واحسن من السمنة بكتير. ضفتها بقى بالشكل ده، وابتدي اقلب كمان عشان تدوب كده بقى تسيح معايا. وضفت شوية صغيرين كده من المية زي ما احنا شايفين. وهبتدي بقى اخليها تستوي نص سوا، مش هخليه يستوي سوا كامل كده اهو. ما كترتش ميه عشان انا مش هسويه سوا كامل. وهنا بقى كان خلاص السوا اللي انا كنت عايزاه، نص سوا حلو جدا. وهنا بقى بوريكم ان احنا بنكتف الحمامة ازاي. بترجعي بس الجناح ده كده لورا بالشكل ده. وهنا بقى بجيب الرز كده. عايزه اقول لكم الخلطه دي تحفه. جبت بقى ايه بمعلقه صغيره عشان طبعا الحمامه تكون صغيره الفتحه بتاعتها، فبجيب بقى بمعلقه صغيره كده وببتدي اضغط. بس خلي بالكم الحشو ما بيكونش ما بتكبسهوش، يعني انت بتخليه مهوي كده زي ما هنشوف دلوقتي. تعالي بقى نشوف الجلد لما بتيجي تفتحيها. لو بتبقي مقلقة او خايفة ما تخافيش خالص. من فوق كده احنا طبعا شلنا الزور. هبتدي بقى بصباعي كده اهوت، وببتدي اضغط ضغطة بسيطة جدا خفيفة قوي. انت يا دوب بتدخلي صباعك كده
هي بتتفتح معاكي. وهوريكي برضو طريقة تانية ان شاء الله هتعجبك واسهل بكتير. وهنا بقى بضغط كده ايه بالراحة، بحشي الزور بالراحة جدا. خلي بالك اهم حاجة الجلد بتاع الحمام خفيف جدا، فتخلي بالك من كل حاجة تكوني حذرة فيها عشان ما يتفكش معاكي او يتقطع. وطبعا ملوش اي حل غير انك ممكن بقى تلفيه في ورق استرتش. ايه ورق استرتش ده؟ اسفه يا جماعه. هتلفيه بقى في استرتش بعد ما تحشيه، عشان لو انت قلقانه من الحشو انه يفك معاكي او اي حاجه. بصوا بقى كده انا اهو هقفل بقى ايه الزور من فوق بخله. بس هنا بقى هنكتف الحمامه. هنا بقى عايزه اوريكم، بصوا من تحت خالص بقيت افتح الجلد بالراحه قوي. عايزه اقول لكم الطريقه دي اسهل من فوق، يعني اسهل ما تعمليها من عند الزور من فوق، لا من تحت كده اسهل جدا بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم بتكون سهله جدا عن ما تعمليها من فوق من عند الزور. بصراحه عجبتني الطريقه دي احسن بكتير. وببتدي بقى احشي بقى الجلد كده بالراحه خالص. يعني خلي بالك، بصوا انا بخليها ايه، بضغط كده بايدي التانية عشان اخلي الحشو يكون مهوي كده، ما يبقاش مكبوس. لو حشيتيها وكبستيها هتفرقع معاكي في التسوية، فبلاش كده، هتكون افضل. وهنشوف كمان السوا بتاعها هيكون حلو جدا ان شاء الله. كده بقى خلاص بقفل بقى الحمامة من تحت. هكتف بقى الرجل بتاعتها. طبعا عايزه اقول لكم الرجل ما كانتش عايزه تدخل خالص، مش عارفه ليه. مش هين عليها، هي عارفه ان هي خلاص يعني ده اخر يوم لي. كده بقى بدخل الرجل بالشكل ده. طبعا الرجل بتكون يعني رفيعه جدا، فما تخافيش وتقولي لا مش هعرف اكتفها، لا دي سهله خالص. انا اصلا يعني حاسه ان الكاميرا مش مظبوطه، لكن الحمد لله يعني. بصوا كده اهو، لازم تخلي الرجول تبقى عكس بعض، يعني واحده فوق وواحده تحت ويكونوا عكس بعض، عكس بعض اسفه، عاملين زي علامه الاكس كده. وهنا طبعا الزور اهو، عايزه اقول لكم الحشو اصلا وقع. وببتدي بقى ايه اضغط كده بسيط جدا عشان الحشو يكون خفيف كده، واشوف محسش ان هو يكون مكبوس بالشكل ده. هنعمل مع بعض كده اهو. انا بقفل الزور، بحط بقى خلة بالشكل ده. وكده عملنا بقى اول حمامة وتمت بحمد الله. طبعا اول مرة اسوي حمام وكنت قلقانة، مكنتش عارفة بصراحة، يعني قلقانة من التسوية بتاعته. بس هو خد سوا معايا كتير عشان ده كان حمام اللي هو كبير شوية، اللي هو مش كبير كحجم، هو كبير عجوز. في حمام بيبقى اللي هو الزغلول بيقولوا عليه كده، الزغاليل بيقولوا عليه كده، اللي هو الصغير، لكن ده الكبير. فخد سوا معايا بصراحة اكتر من حوالي ساعة ونص. دي بقى الحمامة التانية بعملها برضو معاكم عشان تشوفوا لو ما خدتش بالك في اول مرة. ولو انت بنوتة بقى مبتدئة او قلقانة، ما تقلقيش خالص، اعملي حاجتك بايديكي وما تقلقيش، وما تقوليش هجيب اوردرات من بره، ما تضمنيش بره في ايه. انت في البيت بتعملي حاجتك بايديكي وبتكون سهلة جدا. بصوا بقى حتى الحشو بتاع الجلد سهل جدا ازاي. عايزه اقول لكم انا كنت قلقانه جدا قبل ما انضف وقبل ما احشي وقبل اي حاجه، والحمد لله بسم الله ما شاء الله طلع جميل. وعايزه اقول لكم والله ما شاء الله، يعني كل حاجه كانت مظبوطه فيه الحمد لله.
اهو. وهنشوف التسوية وكل حاجة بإذن الله مع بعض. هنا بقى كده اهو بتحاولي ان انت تدخلي ايديكي في الفتحة اللي هتدخلي فيها الرجول الاول عشان تظبطي بقى دنيتك وتبقي عارفة هتعملي ايه. وبتدخلي بقى الرجل زي ما احنا قلنا كده في الحمامة الاولانية، بنخليهم عكس بعض بالشكل ده اهو. وبحشي الزور بس كده. عايزة اقول لكم سهل جدا، مفيش اسهل من كده. والحمام حلو يا جماعة على فكرة، مش غالي الحمام، كويس سعره كويس. انا بصراحة بالنسبة لي بقول الحمام احسن من الفراخ. احسن في ايه؟ يعني هو بصراحة اللحم بتاعه حلو كويس، وكمان يعني بالنسبة للتوفير الحمام اوفر. عايزه اقول لكم بصوا الفراخ بكام، وشوفي هتجيبي لو هتجيبي فرخه مثلا، شوفي الفرخه هتعدي ال100 جنيه. ده جوز حمام هتلاقيه بكام؟ ب70 جنيه الجوز، ب70. حلو جدا. طبعا بالنسبة للأسعار بقى والغلا وكده يعني اهو ربنا يهونها يا رب على الجميع بإذن الله. وبرضو الحمد لله يعني في حاجات ممكن نقدر نمشي نفسنا بيها. احنا طبعا كستات بنعرف نمشي نفسنا ازاي الحمد لله، وربنا يديمها علينا نعمة يا رب العالمين. هنا بقى خلاص بقى بصوا الحمامة عاملة ازاي، وبصوا التكتيفة بقى بتاعتها بصوا الجناح يعني باشا كده في نفسها. يلا صلي على رسول الله وتعالوا بقى نشوف الشوربة. هنعمل ايه؟ المية بتاعت الحمام كده المية غليت، هضيف بقى بصلاية. وطبعا اهم حاجة الشوربة تعملي نفس الخطوات دي بتكون الشوربة تحفة. هنا بقى ضفت جزر بالشكل ده، الجزر ده كان متفرز في الفريزر فعشان كده هتلاقوه صغير، مقطعه التقطيع ده. وضفت بقى ورق لورا وحبهان بس كده. هي دي الإضافة اللي ضفتها للشوربة. وهنا بقى ضفت بقى كده اهو الحمام. هو طبعا خد وقت معايا، خد بتاع حوالي ساعة ونص او اكتر، عشان زي ما قلت لكم الحمام كبير. وهنا بقى بوريكم بقى الشكل بتاعه بعد ما عدى عليه حوالي نص ساعة. ضفت بقى شوية كده من الملح. بصوا الشوربة بتاعته ما شاء الله. انا عايزة اقول لكم والله انا ولا ضفت مرقة ولا اي حاجة، هي الاضافات اللي ضفتها معاكم هي دي بس. بصوا بقى هنا كنت بوريكم شكل الحمامة بعد ما حوالي نص ساعة كده. بصوا الشكل بتاعها عامل ازاي. كنت بوريكم ان هي ولا فكت ولا فرقعت ولا اي حاجة خالص. كده بقى خلاص كانت خلاص قربت على السوا. تعالوا بقى نصلي على رسول الله ونشوف السر بتاع اللون الجميل بتاع الحمام. كنت بشيل بقى الخلة. ايه هو السر بتاع اسرار المحلات؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا هنا بقى شوية كده من اللبن، انت تحتاجي يا دوب معلقة واحدة او معلقتين بالكتير قوي. وضفت عليها مكعب من الزبدة. بصوا اهو. وبدأت ان انا اقلب وبالفرشة بقى كده، وهبتدي اضيف على الحمام. بصوا بالشكل ده بس، ولا اسهل من كده. عايزة بقى تحمريه في زيت، في سمنة، في زبدة، عايزة تدخليه الفرن براحتك خالص. سواء كده او كده هيكون حلو جدا. مش عايزة تضيفي لبن او مفيش لبن، تقدري تعمليه بالزبدة من على الوش كده. براحتك هيكون برضو كويس جدا. لكن عايزة اقولك هي الخطوة بتاعت اللبن دي بتخليه حلو قوي قوي بصراحة، وبتديه لون جميل جدا. طبعا بقى زي ما احنا شايفين كده لما عملت كده هدخله بقى الفرن. كنت بعمل جميع الاتجاهات عشان يبقى لونه حلو وجميل زي ما شفناه في اول الفيديو.
عايزة اقول لكم بجد بسم الله ما شاء الله تحفة. نشوفه بقى بعد ما خرج من الفرن، طبعا اللي بيقدمه بوجي وطمطم. وزي ما احنا شايفين كده، ايه رأيكم بقى؟ ودي طبعا باقي الخلطة، ضفتها كده بقى في الصينية بالشكل ده. طبعا ما كانش هو ده بس الاكل، انا كنت عاملة كمان ورق عنب وملوخية. وتعالوا نشوف كمان الشوربة. ورق عنب اهو وملوخية، وشوفوا الشوربة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا وصافية ازاي، والملوخية خضرة اهي. يعني الاكل بسم الله ما شاء الله. وده كان اكلنا النهاردة. رمضان مبارك على الجميع، استودعكم الله.